السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم. لايف بدون اي مقدمات وبدون اي شيء. وقبل ما ابدا في الميتنج اللي انا داخله كمان شويه، عندنا كذا ميتنج باك تو باك ورا بعض، كان في ميتنجز من شويه، فقلنا نخطف اللايف ده في السريع كده ما بين الميتنجز وبعض. ولو سمحتوا يا جماعه قبل ما نبدا اللايف، انا عايزك تجيب كل الناس اللي تعرفها تخش اللايف ده. اللايف ده مش هيطول، هياخد وقت قصير جدا، بس عايزك تجيب كل انسان انت تعرفه في حياتك خليه يخش اللايف ده. اللايف ده مهم جدا، واللايف ده حرفيا مشكله شائكه عند كتير من الناس. عند كتير من الناس. بمنتهى البساطة جدا، مشكلة أدت إلى إنه كتير من الناس ما بقتش مستوعبة إن هي محتاجة تعمل خطوة عشان حياتها تتغير للأفضل. بص يا عمي، بمنتهى البساطة جدا، أول حاجة محتاج كل الناس تبقى فاهماها إنه حضرتك أنت كشخص، أنا آسف إن أنا دخلت في الكلام على طول، ولكن عشان ما عندناش وقت. تمام. بمنتهى البساطة جدا، واحدة من ضمن الحاجات المهمة اللي كتير من الناس مش قادرة تستوعبها ومش فاهماها، هو انه رقم واحد، دخل حضرتك، الفلوس اللي انت بتعملها والله ما هتزيد الا اذا مهاراتك انت زادت، ومعرفتك انت زادت، والمعلومات اللي بقت موجودة في عقلك زادت. حط تحت الكلام ده كام خط؟ 17 مليار خط. تاني، انت دخلك مش هيزيد الا اذا معلوماتك زادت ومهاراتك زادت، والمعلومات اللي انت بقيت عارفها بقت زيادة، بقيت فاهم حاجات جديدة، بقيت فاهم طرق جديدة للدخل، فلوس تقدر تعملها من هنا من هنا من هنا من هنا، كلام من هذا القبيل. لانه بمنتهى البساطة جدا، في ناس تقولك ايه، والله انا بعمل كل حاجة والدنيا مش حلوة. نعم، ازاي يعني؟ ازاي بتعمل كل حاجه؟ طب معلش انا اسف، الناس اللي بتنجح دي بتعمل ايه؟ بتعمل ايه الناس اللي بتنجح دي؟ بتعمل حاجه انت ما بتعملهاش. نقطه. نقطه، ومن اول السطر. لانه بمنتهى البساطه جدا، كل الناس عندهم عقليه اسمها عقليه الاستحقاق. انا استحق اكون معايا فلوس كتير. ليه وانت معلوماتك هي؟ ليه وانت مهاراتك هي؟ ليه وانت الطريق اللي انت ماشي فيه هو محتاج تغير يا معلم، محتاج تتطور يا عمي. امشي في الطريق اللي انت ماشي فيه، بس تتطور فيه، غير من نفسك فيه، غير حياتك، غير المعطيات اللي عندك، غير القيمة. انت بتساوي ايه؟ الدخل اللي انت بتعمله ده مع كامل احترامي لحضرتك بيساوي القيمة اللي انت بتقدمها، فعدد الناس اللي هيستفيدوا من القيمه دي. غير كده حضرتك دخلك هيفضل زي ما هو، سواء اذا كان دخل ثابت، سواء اذا كان بزنس، سواء اذا كان سيلز، مبيعات، ايا كان. بمنتهى البساطه جدا، خطوه اولى محتاج تفهم ان في حاجات انت ما بتعملهاش، في حاجات انت ما تعرفهاش، في حاجات انت محتاج تتعلمها وتعرفها وتمارسها وتطبقها، وساعتها حياتك شكلها هيتحول بالكامل. ودي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، تاني حاجة، وركز بقى معايا في الكلام اللي جاي، عشان الكلام اللي جاي ده فيري كريتيكال. والله العظيم يا جماعة، مفيش حاجة ببلاش. أنا بتعصب جدا من الناس اللي عايزة الكلام ده يجي لها لحد عندها ببلاش. وببلاش هنا أنا ما أقصدش ببلاش مجهود، لا، ببلاش فلوس. مفيش حاجة ببلاش. يعني حضرتك النهاردة عايز تعمل دخل زيادة وتتعلم، ببلاش ليه؟ لو ببلاش روح اتفرج على اليوتيوب، روح اتفرج على اليوتيوب، بس مش هتاخد اللي انت عايزه. مش هتاخد كل اللي انت عايزه. الناس اللي على اليوتيوب بيحطوا محتوى جميل رائع هيفيدك، ولكن القصة كلها في انك انت لما تخش الجيم. تعال اضرب لك مثال. لما تخش الجيم هتتمرن مثلا بايسبس. حضرتك يا فندم لما هتتمرن بايسبس ورايح تتمرن بايسبس، انت عارف ان البايسبس بيتعمل كده، صح؟ طيب ليه بقى في بيرسونال ترينر جوه الجيم؟ ليه في جوه الجيم واحد اسمه الكوتش الشخصي بتاعك؟ تفتكر ليه؟ وبيدفع له فلوس على كل مره، على كل سيشن، على كل كلاس. معلش ليه؟ ليه؟ علشان الراجل ده بينقل لك الاكسبيرينس بتاعته. هي از كوتشنج يو، بيشرف عليك وبيمشي معاك خطوه خطوه علشان انت تقدر توصل للنجاح بشكل اسرع، وما تبداش من حيث ابتدى الاخرون. انا بتضايق جدا بقى من الناس اللي تقول لك ايه، يعني هو هياخد مني فلوس؟ هياخد منك فلوس. هياخد منك فلوس. ما هو هيعلمك حاجات تقدر تجيب بيها فلوس. ما هو هيعلمك حاجات انت تقدر تعمل بيها حاجه حلوه، صح ولا مش صح؟ هي دي البوينت. عشان كده ركز بقى في الكلام ده، كلام مهم جدا. حط في عقلك نقطه مهمه. عايز مهاراتك تزيد
ومعلوماتك تزيد وخبراتك تزيد عشان دخلك يزيد. مفيش حاجة ببلاش، وهقولها لك. وانا يا جماعة بصوا صريح جدا في الكلام ده، اي معلومة هتاخدها ببلاش حرفيا هي معلومة ناقصة وغير قابلة للتطبيق. اي معلومه هتاخدها من حد هيمشي معاك خطوه خطوه، هي ويل كوتش يو، ويمشي معاك ستيب باي ستيب، ويمشي معاك في كل الخطوات بتاعتك حرفيا، دي المعلومه اللي انت هتدفع لها فلوس، هتدفع لها فلوس ومقابلها هتلاقي دخل. مقابلها هتلاقي نفسك انت اتطورت ومهاراتك ظبطت وهتلاقي دخل. ما تجيش تقول لي بقى والله اصل مش عارف ايه. طب يا اسلام، ما هو في ناس بتنزل محتوى على اللي بتدي محتوى على الانترنت ببلاش، وحرفيا الناس دي جميله جدا على فكره، صح؟ بس مع كامل احترامي ليك ما تروحش تقول له ان هو تو كوتش يو ببلاش. في ناس يا جماعه بتنزل محتوى جميل جميل جدا، واول ما تيجي تقول له طب معلش انا عايز زياده على المحتوى اللي انت بتنزله، انا عايز اعرف تفاصيل اكتر، انا عايزك تعلمني اللي انت كنت بتقوله في الفيديو. انت ليه بتتضايق يا فنان ان هو بيقول لك هات فلوس؟ ها؟ انت ليه بتتضايق ان هو بيقول لك هات فلوس؟ بمنتهى البساطه جدا، الراجل ده بيقول لك هات فلوس عشان ينقل لك الاكسبيرينس بتاعته. طب يا عم اقول لك على حاجه حلوه، طب ما تيجي تحط نفسك مكانه، حط نفسك مكان الشخص ده وقول لي هتعمل ايه. لو انت عندك اكسبيرينس وخبره وكل التفاصيل دي، معلش تدي الكلام ده للناس ببلاش ليه؟ هتديهم معلومات بس لو ده اكل عيشك، لا يا معلم. انت من الاخر في قاعده لازم تكون حاططها في عقلك اسمها pay to learn to earn. دكاتره الجامعه اللي بيروحوا يدرسوا لنا في الجامعه ومش بيدرسوا لنا الدراسه اللي تخليك انت بتعمل بزنس قوي، لا بيدرسوا لك الحاجات اللي حافظينها عشان حضرتك تروح تتعلم حاجات معينه وتروح تشتغل شغل معين ووظيفه معينه وفي الاخر ما تعملش فلوس، صح؟ طيب دكاتره الجامعه دي بيدفعوك فلوس المصاريف ولا لا؟ بتدفع الفلوس دي ليه بقى انت بقى؟ طالما هو الموضوع ببلاش يا فنان، طالما هو ينفع ان انت تتعلم ببلاش. انا ضد تماما فكره ان انت تكون حاطط في عقلك انك محتاج تتعلم ببلاش. لو انت شايف انك انت هتتعلم ببلاش، اسال نفسك سؤال واحد بس: بقالك قد ايه عايز تتعلم حاجه وما عرفتش تتعلمها عشان مش عايز تدفع فيها فلوس؟ بقالك قد ايه نفسك دخلك يعلى ومش عايز تدفع فلوس؟ طب ازاي مش هيحصل؟ طب اقول لك على حاجه تعرف بقى. انا كاسلام، انا هتكلم عن نفسي يا جماعه، انا هتكلم عن نفسي والله العظيم. لو جيت بصيت على السنين اللي فاتت، كميه الفلوس اللي انا دفعتها كشخص علشان خاطر انا اتعلم حاجات جديده تطورني لناس معلمين في شغلاناتهم ولعيبه في شغلاناتهم وحريفه في شغلاناتهم، اكتر مما تتخيل والله العظيم يا جماعه. وانا محدد بادجت ايه؟ شهريه. انا كل شهر لازم ادفع فلوس عشان اتعلم حاجات، عشان اتعلم، علشان انا اطور من نفسي. pay to learn، وبعد ما هايرن، هبدا اعمل فلوس. هدفع عشان اتعلم عشان اعمل فلوس، هدفع عشان اتعلم عشان اخد دخل، هدفع عشان اتعلم عشان دخلي يزيد. انما فكره بقى ان انا هم ليه ما بيدوناش الكلام ببلاش؟ ولا وتلاقي بقى في ناس تقول لك ايه، والله مثلا المحتوى المجاني فلان الفلاني حلو، بعد ما ينزل المحتوى المجاني فلان الفلاني ده، اول ما ينزلوا لك يقول لك والله لو انت عايز تاخد اكتر في كورس معين انت هتاخده كذا كذا كذا. فانت بقى تقول انت ذاكر ازاي بتلموا من الناس فلوس؟ انتوا وحشين كده ليه؟ ازاي؟ وبعدين انا كنت فاكرك انك انت ليه؟ ليه؟ فهمني بس ليه؟ هو ليه يعمل كده اصلا؟ وانت ليه بتقول له كده اساسا؟ يا باشا راجل اولا عنده علم، ثانيا عنده تجربه وتطبيق و ثالثا والاهم ان الراجل ده ما خدش العلم ده ببلاش، 4 الراجل ده اتطحن عشان يبقى عنده الاكسبيرينس دي. انت عايز تاخدها ببلاش ليه؟ وهتاخدها ببلاش بناء على ايه؟ وانت ليه اصلا؟ ليه؟ اقول لك على حاجه والله ما تستفيد منها، مش هتستفيد اصلا. فبمنتهى البساطه جدا يا جماعه، معلوماتي تزيد. اول حاجه انا محتاج ان معلوماتي تزيد ومهاراتي تزيد، محتاج ان معلوماتي تزيد ومهاراتي تزيد، دي النقطه الثانيه. والنقطه الثالثه
المهمة جدا، انا لازم ادفع مقابل العلم اللي انا باخده، لازم ادفع مقابل البيزنس الجديد اللي انا هبدأه او اللي انا هفتحه او الحاجة اللي انا هشتغلها، انا لازم ادفع مقابل الكورس اللي انا هتعلمه والكوتشنج اللي انا هاخده من حد هيمشي معايا خطوة بخطوة. هي دي منتهى البساطة جدا. ريح عقلك وريح نفسك ببساطة، وافهم انك انت لو عايز بسرعة تجري في الحياة ودخلك يزيد بسرعة، لازم تدفع عشان تتعلم وتدفع علشان تاخد كذا وإلا حضرتك هتفضل والله أسابيع وشهور وسنين في نفس مكانك. ولو مش مصدقني اسال نفسك بالك قد ايه في نفس الحته دي. وديت النقطه الثانيه. النقطه الثالثه والاخيره، وابقى خلصت معاكم اللايف السريع اللي انا دخلته بمنتهى البساطه جدا. يبقى اول حاجه انا لازم اتعلم وازود مهاراتي وازود معلوماتي. اتنين، I have to pay to learn، لازم ادفع عشان اتعلم، ولازم ادفع عشان الاقي حد يمشي معايا خطوه بخطوه ويعلمني، وفي الاخر كل الكلام ده هيصب في مصلحتي. النقطه الثالثه، اوعى دائما وابدا، اوعى تستخسر على نفسك انك انت تصرف على نفسك. اتكلم معاك بصراحه، كم واحد في الناس اللي هنا يا جماعه اول ما موبايل جديد بينزل بيروح يصرف على نفسه؟ كل الناس. لابتوب جديد بينزل يلا نروح نجيبه. لبس جديد مش عارف ايه كذا. والله العظيم شكلك الذهني اهم من شكلك في لبسك. شكلك الذهني، شكل عقلك اهم مليون مره من لبسك ومن شكلك قدام الناس ومن العربيه اللي انت راكبها ومن اي حاجه. شكلك هنا. شكلك فين؟ في ذهنك. وحط تحت كلامي ده مليون خط. شكلك في ذهنك اهم حاجه. لو عقلك تمام كل حاجه من فلوس تانية هتجيلك. وفي مثال وفيديو كتير من الناس، كتير من الناس فهمها كويس وسمعت الفيديو ده قبل كده. اقول لك على حاجه والله العظيم، يقول لك لو انت اشتريت تليفون ايفون زمان ب $600، انت اشتريت تليفون ايفون، طب لو كنت حطيت ال $600 هم في سهم او سهم في شركه ابل، كان زمانك النهارده حياتك كلها اختلفت تماما، صح؟ 100%. وبتعمل فلوس اكتر. عشان كده يا جماعه النقطه الثالثه، you have to invest، لازم تستثمر في عقلك، لازم تستثمر في المهارات اللي انت بتعرفها، لازم تستثمر في المعلومات اللي عندك، لازم تستثمر في الخبرات اللي لازم تكون انت مكونها. النهارده في ناس انا بشوفها بتستلف فلوس علشان تروح تجيب مستهلكات ملهاش اي 30 لازمه، وتيجي تقول له تعالى عشان تتعلم حاجه جديده او تبدا او يقول لك ايه؟ يقول لك والله اصل انا مش عارف ايه، اصل كذا اصل كذا اصل كذا. صح ولا مش صح؟ هي ديت النقطة. يبدأ يطلع لك ايه؟ يبدأ يطلع لك كل الأعذار اللي ممكن تتخيلها في الكوكب عشان هو والله مش عاوز يتعلم حاجة جديدة، عشان هو والله شايف انه البيزنس او الحاجة اللي هيتعلمها دي مثلا مش هتفيده. لا، علشان هو شايف والله اصلا شكلي قدام الناس اهم من الدخل اللي انا بعمله. ركز في الكلام الأخير. 3 حاجات. 1، عشان دخلك يزيد معلوماتك لازم تزيد. 2، مفيش حاجة ببلاش، مفيش حد هيعلمك ببلاش. 3، محتاج تستثمر في عقلك وتبقى جاهز لده، لانه بمنتهى البساطه جدا كل الناس اللي انت بتشوفها ناجحه والله لو جيت قعدت وراهم ومسكت ورقه وقلم وسالتهم ايه كميه الكورسات اللي خدتوها، طب في ناس انت اشتغلت معاها ودفعت لهم فلوس عشان يعلموك، هتلاقي الاجابه طب هل في ناس انت من الاخر كده دفعت عشان تاخد كورسات معاهم ويكون الناس ديت تختصر عليك مسافات كبيره؟ هيقول لك والنهارده انت بتشوفه ناجح وتقعد تقول ايه اكيد محظوظ، هو اكيد محظوظ، هو اكيد مش عارف ايه، هو اكيد كذا. مفيش الكلام ده. انا عندي قناعة بتقول اي انسان ايا كان هو مين لو نجح او وصل لحاجة ونجح اكتر منك ووصل لحاجة انت ما وصلتلهاش، يبقى الانسان ده بيعمل حاجة انت ما بتعملهاش، وتعلم حاجة انت ما تعرفهاش، وعنده معلومات اكتر من اللي انت تعرفها، وبيعمل عشان كده ربنا كافئه انه بيعمل دخل اكتر من اللي هو او اكتر من اللي انت بتعمله. واخيرا اكيد صرف فلوس على نفسه عشان يستثمر في نفسه اكتر بكتير من اللي انت صرفتها. علشان كده
هو ده السبب اللي خلاني اطلع اللايف ده واقول الكلام ده من قلبي. يا جماعه انا بتكلم الكلام ده والله من قلبي. افهم المعلومه دي، ودي معلومه حطها في عقلك. واي حد يقول لك والله اصل انا مش معايا فلوس والله عشان اصرف على مش عارف ايه، والله اصل انا مش معايا فلوس اصل انا هحط فلوسي مش عارف في كذا، قول له تعالى تعالى تعالى، انت محتاج فلوس ولا لا؟ عشان تعمل الفلوس دي محتاج تتعلم حاجات جديده ولا لا؟ عمرك ما هتتعلم الحاجات الجديده دي غير بفلوس بس. ولو اتعلمتها ببلاش ابقى تعالى قابلني لو اتعلمتها ببلاش. واقول لك على حاجه ثانيه، هتاخد شهور وسنين عشان تتعلمها ببلاش، وفي نفس الوقت مش هتوصل للكواليتي ولا الجوده اللي حد انت دفعت له فلوس هيعلمها لك. اللي علمها لك ده بيعلم لك عصاره، بيدي لك عصاره الخبره بتاعته، بيدي لك كل العصاره بتاعه الخبره بتاعته على طبق من ذهب، ويقول لك اتفضل يا معلم دوس. هي دي القصه، وده الحاجه اللي انا كنت حابب ان انا اتكلم معاكم فيها. اسف جدا على الاطاله، واسف اكتر على اسلوبي في الكلام، لان انا ده مش اسلوبي. ولكن انا يا جماعه عايزك تو ويك اب، عايزك تفوق، عايزك تفهم الحياه اللي حواليك دي ماشيه ازاي، عايزك تفهم الحياه اللي حواليك دي ماشيه ازاي. الناس بتدفع فلوس عشان تتعلم، ولما بيدفعوا عشان يتعلموا بمنتهى البساطه جدا بعد كده بيعملوا فلوس. حلو، ومفيش حاجه هتجيلك لحد باب بيتك، مفيش حاجه هتجيلك لحد باب بيتك. وحط تحت كلامي ده مليار خط. ربنا يكرمكم، وبتمنى لكم يا جماعه كل الخير والتوفيق. شكرا جزيلا جدا 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 ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.